حياكم الله متابعينا الكرام. في إطار الحديث عن مكانة القادة وشيوخ العرب الذين لعبوا دور كبير في زمن الاحتلال الفرنسي، لابد لنا من الإشارة بشخصية كانت لها تاريخ، ولكن التاريخ لم يكتب عنها. إنه القائد شواخ الأحمد البرسان، وهو من قبيلة البوشعبان. وقبيلة البوشعبان هي من القبائل الزبيدية اليمنية، ولها شعاب منتشرة في جميع أرجاء الوطن العربي، وقبيلة كريمة وكبيرة وذات شأن في السياسة والاقتصاد والثقافة والأخلاق والمروءة العربية. والبوشعبان هم من شعبان بن محمد بن كاتم بن مكتوم، وتربطهم علاقة قرابة بقبيلة أجبور وبعض من القبائل العربية. وتنحدر من قبيلة البوشعبان عدة عشائر كبيرة ذات شأن وسيادة في سوريا خصوصا، وهي البوعساف وبني سعيد والشبل والجماسة والبوظاهر والعفادلة والولدة. وينحدر شواخ البرسان من عشيرة الولدة. ولد عام 1900 في بيت كريم، في منزل يحمل الكرامة ويحمل العزة والعفة وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف. تعلم أصول الدين واللغة العربية، وفي عام 1916 بعد وفاة الشيخ أحمد البرسان استلم هذا الشاب قيادة العشيرة بالرغم من صغر سنه، وبدأ دور هذا الرجل في ملاحم البطولة التي سطرها لنا ونتغنى بها اليوم. بعد أن خاضت القبائل العربية الصراعات الداخلية التي كانت تعيشها في تلك الحقبة، وبعد أن دخل الوعي الفكري لدى أبناء القبائل والشيوخ في ذلك الزمن، انتهت الخلافات وانتهى عصر النزعة القبلية، وانتقلوا إلى مرحلة الثورة. فكانت القبائل العربية من الأدوار التي لها شأن كبير. بدأ شواخ البرسان بالنضال ضد الاحتلال، فشارك بالحملة العربية التي قادها المناضل رمضان باشا شلاش لتحرير مدينة دير الزور من الإنجليز عام 1919. فكان من ضمن القادة، وكان شواخ البرسان أحد الفرسان الذين لعبوا الدور الكبير في تلك المعركة. ثم توالت بطولات البرسان مع عشيرة الولدة، فبدأ بتخريب سكة الحديد على الحدود التركية السورية عام 1922. وعندما ضربت القوات الفرنسية بيوت الناصر بواسطة المدفعية والطائرات، ثار البرسان مع عشيرة الولدة، واستطاعوا إسقاط طائرة وقتل طيار ومساعده فوق جبل السن. فكانت معارك دامية أخضعت الفرنسيين للانسحاب من مواقعهم تارة، وأخضعت الفرنسيين للاستسلام تارة أخرى. استطاع البرسان أن يأسر المستشار الفرنسي آنذاك، واستطاع أن يقطع الإمداد للقوات الفرنسية على طريق حلب. خاض البرسان معركة العريمة في محافظة حلب، وكان يقطع حملات الفرنسيين وطرق الإمداد، وشارك في معارك الثورة السورية الكبرى مع المجاهد إبراهيم هنانو في جبل الزاوية. رشح إلى انتخابات المجلس النيابي لقضاء الرقة ونجح فيها. تم إلقاء القبض على الشيخ شواخ الأحمد البرسان، وسجن في قلعة أرواد، وحكم عليه ب110 سنوات من السجن، كما حكم عليه بالإعدام لمدة 4 مرات، ولكن تنفيذ حكم الإعدام لم يكن من نصيب هذا المجاهد هذا البطل.
كان شواخ البرسان مع شكري القوتلي وبعض من رجالات الكتلة الوطنية مثل سعد الله الجابري استطاع الفرار من السجن مع رفاقه، وعاش في ريف مدينة القامشلي، وتوفي عام 10/6/1982 بعد مرض عضال ألم به سنوات، ودفن في البهيرة التابعة لمدينة القامشلي ولم يدفن في مسقط رأسه. وهكذا انتهت قصة هذا الرجل الذي سطر ملامح البطولة، وكان من الشخصيات التي يتسنى لنا أن نذكرها وأن نتغنى ببطولاتها. إلى هنا وأنتهي، إلى أمل اللقاء بشخصيات من القبائل العريقة. حياكم الله وبياكم.